السلام عليكم واهلا بيكم معايا وفيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز بطريقة سهلة جدا وكمان طعمها لذيذ جدا وولادنا هيحبوها. عايزين نقلل شوية من المواد الحافظة ونحافظ على صحة ولادنا ونعمل لهم حاجات بإيدينا نظيفة ومضمونة وما فيهاش أي مواد حافظة. كمان لو انت عندك جروب وحابة تعملي فيه فكرة جديدة، الفكرة دي هتعجبك جدا. أنا هعمل لكم الفيديو على جزئين علشان لسه كمان في وصفة الميني كب كيك حلوة جدا وهنغلفها مع بعض بطريقة حلوة جدا وولادنا هيحبوها وهنشجعهم ان هم ياخدوا حاجة نظيفة من ايدينا. وكمان لو انت عندك جروب تقدري ان انت تعملي فيه الوصفات دي وتغلفيها بطريقة حلوة جدا هتجذب ولادنا وهياخدوها معاهم في اللانش بوكس هيحبوها جدا. يلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه حطيت نص كوبايه من الزبده الطريه بدرجه حراره الغرفه، وحطيت عليها كوبايه من السكر، وحطيت على السكر معلقه من العسل الاسود او معلقه من دبس الرمان. ممكن تستخدمي دبس الرمان او العسل الاسود المتوفر عندك استخدميه، وقلبيه على السكر هيبقى لونه بني. بعد كده تضربيهم ضربتين كده مع الزبده وتحطي عليهم بيضه ورشه من الفانيليا او نص معلقه من الفانيليا، وبعد كده تضربيهم. وبعد كده بنحط عليهم المواد الجافة اللي هي معايا كوباية وربع من الدقيق المنخول، وعليه نص معلقة من البيكنج باودر، وكمان معلقة من النشا. بقلبهم كلهم كده مع بعض، بخلطهم على المكونات السايلة، وبعد كده بحط عليهم كوباية من القطع بتاعة الشوكولاتة. بس كده بقى جاهز معانا، بدخلها التلاجة تمسك وبعد كده بخرجها علشان ابتدي اجهزها. انا هعمل معاكم الوصفة التانية اللي هي بالشوكولاتة، هي نفس المقادير، ولكن بدل الدقيق كوباية وربع بحط كوباية واحدة من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو الخام، وطبعا بنحط ليها نص معلقة من البيكنج صودا. طبعا هسيب لكم المقادير كلها مظبوطة في صندوق الوصفة عشان ترجعوا لها في اي وقت لو حابين. هي وصفة سهلة جدا مش هتاخد منك وقت، وطعمها بيكون حلو جدا وبتشجع ولادنا ان هم ياخدوا حاجات نظيفة من البيت ونقلل شوية من المواد الحافظة. بقلبها كده بالمعلقة عادي بكل سهولة لحد ما الدقيق يختفي، وبعد كده بدخلها التلاجة علشان تمسك واقدر ان انا اشكلها بكل سهولة. ممكن بقى تاخديها بايدك كده وتكوريها، ممكن بالمعلقة ويبقى شكلها منعكش كده شوية عادي جدا. الحاجات دي بيبقى شكلها حلو بعد ما هتستوي، هتلاقي شكلها حلو، فالشكل اللي يعجبك اعمليه. الاتنين هيطلعوا النتيجة حلوة جدا. انا بسويها كده بايديا وبعد كده بحط بقى قطع شوكولاتة عليها من فوق، فبعمل فيها زي فتحات كده، هي بقى في الفرن بتفتح وبتبقى شكل الكوكيز اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. طبعا بكون مشغلة الفرن بتاعي علشان يسخن وبجهز الصاج. انا مش بدهن الصاج اي حاجة، بشتغل على طول وبحط كده 3 قطع من الشوكولاتة على الوش، بيدوها شكل حلو جدا وكمان بيدوها طعم مميز. كده خلاص بقى سويتها، هي ما بتاخدش 10 دقايق في الفرن وبتطلع على طول، مش بنحمر الوش بتاعها ولا حاجة، بنديها لون خفيف بس من تحت، وبنطلعها مش بنحركها لحد ما تبرد. وبعد كده ببتدي ان انا احرك السجان دي. حلوة جدا يا جماعة، مش بيلزق فيها اي حاجة خالص. شوفوا طالعة معايا بكل سهولة، يعني مجرد ان انا بس بمسكها كده خلاص بتطلع من الصاج وانا مش دهنة الصاج اي حاجة. فالسجان دي بتبقى حلوة جدا والخامة بتاعتها كويسة جدا. بابتدي بقى أرصها في أي حاجة خارجية، صينية، طبق، أي حاجة بقى علشان إن أنا أقدمها، أو أبتدي إن أنا أحطها في الأكياس. هتشوفوا بقى التغليف بتاعها ده اللي هو بالشوكولاتة. انا عملت الفيديو على جزئين علشان ما يكونش طويل عليكم. الجزء التاني هيكون فيه التغليف بتاع الكوكيز وكمان وصفة حلوة جدا للميني كب كيك وكمان التغليف بتاعها. وصفات سهلة جدا تقدري ان انت تعمليها بكل سهولة وتشجعي ولادك ان هم ياخدوها معاهم في اللانش بوكس عشان تقللي من المواد الحافظة وكل الحاجات الجاهزة اللي بتتعب ولادنا. فخلينا نعمل لهم حاجات حلوة جدا وطعمها لذيذ وكمان ضمنها بايدينا وحاجات نظيفة.
وده الشكل بتاعها من جوه، بتكون طرية جدا من جوه ومقرمشة من بره، وهي ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن، طبعا على حسب الفرن بتاعك، فانت علشان كده بتدخليها الفرن وبتتابعيها. اول ما بتاخد لون بسيط من تحت بتطلعيها. هي بتكون طرية جدا، يعني ما نحاولش نحركها اول ما تخرج من الفرن، وما تفكريش ان هي كده عجينة وما استوتش، لا طبعا هي استوت وكل حاجة، بس سيبيها تبرد هتلاقيها مسكت نفسها وطرية جدا من جوه، وكمان مقرمشة من بره، وهتعجبك جدا. دي بقى اللي هي بالشوكولاتة، بتبقى حلوة جدا وكلها شوكولاتة من بره ومن جوه، وقطع الشوكولاتة بتكون سايحة كده من جوه، فبيكون شكلها حلو جدا وكمان طعمها لذيذ جدا. كمان لو انت مبتدئة وعايزة تعملي حاجة سريعة، الوصفة دي هتعجبك جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب كمان الفكرة تكون عجبتكم وتجربوها. لو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للوصفة الحلوة دي، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم ومع السلامة.